طيب ليه الزواحف دي نجت والديناصورات الكبيره راحت؟ السؤال ده لسه شاغل دماغ العلماء. في تفسير ان الحجم لعب دور، الزواحف الصغيره كانت محتاجه موارد اقل تعيش، وتفسير تاني ان الزواحف دي كانت اصلا متعوده على بيئات قاسيه، فالكارثه بالنسبه لهم ما كانتش نهايه العالم، كانت مجرد تحدي زياده. والخلاصه الارض بعد الكويكب ما كانتش مسرح فاضي للثدييات بس، الزواحف دي اثبتت انها لسه موجوده وانها لاعب قديم لسه عنده كروت في اللعب. طيب الزواحف كملت، مين بقى اللي بدا يطلع وياخد المسرح بطريقه جديده تماما؟ هنا يجي دور الطيور. ايوه، الطيور اللي بنشوفها حوالينا النهارده هي اخر احفاد الديناصورات المفترسه من نوع الثيروبودز. تقدر تقول ان العصفور الصغير اللي بيشرب ميه من البلكونه عندك قريب بعيد للتيركس. في بدايه الباليوجين من 66 ل 30 مليون سنه حصل انفجار تنوعي رهيب للطيور. في طيور صغيره اتجهت للغابات وبقت بتستغل البذور والفواكه، وفي طيور بحريه بدات تسيطر على السواحل والمحيطات. لكن المفاجاه كانت ظهور طيور عملاقه ما بتطيرش. الطيور دي معروفه احيانا باسم التيرور بيردز، طيور الرعب. تخيل نعامه بس ببوس حاد زي الفاس وطولها يوصل 3 متر. كانوا المفترسات العليا في اماكن زي امريكا الجنوبيه، وهنرجع نتكلم عليهم في حلقه الباليوجين الجزء الثالث. استنونا بقى.